الا حاجه توجد الغدا ولا العشاء تعال معايا صايبوا واحد المقيله بالحوت كتجي واعره وغتعجبك وغتكون عليها صباع يديك. السلام عليكم حبايبي صحابي متابعين من قناه مطبخ يوسف. اليوم انا نقدم معكم واحد المقيله اللي فاش كنوحل كنديرها كتجي واعره وسهله في التحضير ديالها. نبداو في المكونات. عندنا زلافه ديال على حساب الكميه داكشي. عندنا زلافه ديال مطيشه مطحونه كنسلقوها علاش كنطحنوها في مولينيكس لها. وعندنا هنايا الميرنا، بالنسبه لي عندي ميرنا اللي شطون ولا سرديه بجوجهم كيجيو زوينين. انا عندي ما نكتفيش بها. وهنايا الزيتون. وعندنا هاد الحاره هادي انا كتجي من هاد الحاره. كاين اللي كيعجبو الاخر مزيودات يديرهم هذا كيجيو الفوق كيزوقوا بهم. وعندنا حامضه والزيت البلديه. وبالنسبه للتوابل انا نقول لكم عندنا الابزار والتحميره والخرقوم والسكينجبير والملحه. وبالنسبه اللي بغى يدير الثومه هادشي كيجيو زوينين، ولكن حنا ما كنعجبوناش ما كنديرو ما كنعجبناش فرق الثومه والزعتر. كيدير الثومه والزعتر اللي كيزيد عليه زيدهم هما كيجيو زوينين. وعندنا الغنيه عن التعريف اولا اللي كتعطينا الوصفه هادشي خاطره وزوينه. دابا غنبداو في التحضير. غنجيو معكم المقله. غنديرو فيها هاد الصوص ديال المطيشه اللي صاوبناها غنديروها تتنشف ونرجع معكم. ونسيت ما قلتش لكم بالنسبه فاش كنديروا مطيشه كنديروا معها التوابل. حنا نديرو دابا قدامكم. عندنا هما كلهم كنستعمل هاد الليات باش يدي يبقاو نقيين وحتى الماكله تجي مزيانه وما تجيش فيها. انا كنفضل اني نطيب الليات. نزيدو الربيع نحركوهم باش يدخلوا المكونات في التشف. دابا حنمشيو نحطوها حتى تنشف ما يبقاش في مطيشه الماء. عاش نزيدو الصوص ديال اولا وزيت البلديه. انا ما عنديش الثومه جافه ما عنديش الثومه طريه. درت هاد البودره ديال الثومه اللي جاف غنديرو معاها كيعطي واحد المذاق زوين في المقايله ديالنا. هذه بالنسبه لوحدتي في الغداء في العشاء ما بقاش مجوج ديال الحرشي. هاد المقايله على حسابي كتجي واعره وغتاكل عليها صباع يديك. جربوها وردوا عليا في الكومنتات كيفاش جاتكم. دابا هاد الحامض المصير غناخدو منه غير الفوق ديالو. كما كتشوفوا في الفيديو هاد الجروب هذا باش يعطيو لك المذاق ديال الناس مزوينه. كما تشوفوا دابا انا شفات. عندنا دابا الزيت البلديه غنديرو واحد شويه كتعطي واحد البنه ديالها خطيره واعره كتجي زوينه وانتم غتجربوها وغتردوا عليا. هاي دابا درنا هذه. دابا الصوص ديال الاولا غنديروها حتى هي. هاد الصوص ديال الاولا هي اللي كتخلي الخشوريه وكتجي خاطره وكتجي بنينه. كنصحكم بها كتجي زوينه. هذا معتمده عندي في هاد المقله هذه من الحوايج الرئيسيين هي الاولا حيت هي اللي كتاكل المذاق الزوين. دابا نخلطو غنزيدو نصف كاس متشوفوش نصف كاس. هانتوما كما كتشوفوا عندنا كاس صغير ها هو. دابا غنديرو غنخلطوها شويه بما بدات كتغلي شويه ونزيد نسلفو في الحوت.
هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا بدات كتغلى شويه شويه تغلي. وما تنساوش واحد الحاجه ديما العافيه تكون مهيله. هذه من الحوايج الرئيسيه باش كتطلع الماكله زوينه. هذه انا ديما فما كنحيرش ندير العشاء ولا الغدا كتجي زوينه ودغيا كتوجد ما كتعطلش فيها المكونات دغيا. كاين اللي بغات تزرب دير ما عطيش غير تحكها ماشي تسلقها. انا كنفضل نسلقها انا كان عندي الوقت ما كانش عندي الوقت غير كنحكها وكنديرها حتى طيش تنشف. كان هذاك الوقت دير هاد الطريقه اللي درت انا كتجي زوينه. هما جوج ممكن يجيو زوين الصراحه ولكن هاد فاش كنسلقها وشي كتجي زوينه وكتجي ما نعاودش لكم شهوه منها وانتم غتجربوها تولي كي جاتكم. كنشكر كاع الناس اللي دعموني واللي كتبوا لي لايكات اللي الدري اللي كتب لي الدري او البنت او متابع اللي كتب لي تعليق. هذا الشيء تحفيز ليا. فاش كتحفز كتزيدوني كتكون عندي كتزيدوني الرغبه باش انني نزيد نصور لكم فيديوهات وان شاء الله راه هادشي يعجبكم. وكندير غير كندير شهوات مغربيه يعني نخليوها تغلى ونرجع معكم ست فلحوت. هاي دابا غلات نديرو ست فلحوت ديالنا. تشوف مزيان دابا نخليوها على نار مهيله ونرجع معكم نوريكم الطريقه فاش بدات تغلى. النار ديالها فاش كطيب شويه كنبداو نهزو هكا بحال هكا وكنبداو نديرو لها هكا باش كتجي فالعه طري كلها تجي فالعه الصوص داكشي. نهزو بحال هكا وكن دابا نديرو على شي حاجه غطرقو. انا عندي الولاقه ديالها توضرات ليا مبقيتهاش غنكتفي غير بالصينيه صغيره نحطها بحال هكا نرجع لها الصاد ديالها واش طيب لينا طيب لينا ونرجع معكم. دابا غنلوحو الزويتينات نستفوهم شويه. المكونات كلهم تلقاهم في الوصف في صندوق الوصف. دابا نديرو حامض
وغنزيدو معاهم حتى شويه ديال الربيع. كيعطيو واحد المنظر ديالها من الفوق زوين. دابا فلفلات شوف دابا كيفاش تبان. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. شوف كيفاش جا. هادشي ما تقدمناه مع اتاي مغربي تقليدي. تلقاو فيديو جديد.